تحمل صورة نجلها وشقيقها وتنتقل من مكان لآخر مطالبة بمعرفة مصيرهما. كانت تعتقد أنهما فقدا في سفينة مهاجرين في 6 أيلول عام 2014 على شواطئ مصر، إلا أن ما حصلت عليه من معطيات مؤخرا بث فيها كثيرا من الأمل. أولادنا موجودين وإحنا متأكدين. ابني له 6 سنين موجود في السجن. ابني موجود في السجن ظلم، والله العظيم ظلم هو وخاله. ابني ما عمل إشي، طلع عشان يشوف حياة كريمة في بلد، لأنه بلدنا الكل عارف إحنا الوضع الاقتصادي فيها سيء. ابني ما لقى شغل. أما هذه السيدة فحتى اللحظة تجهل مصير شقيقها وأفراد عائلته الذين اختفوا لسنوات طويلة. كانت تعتقد أنهم غرقوا في إحدى السفن، لكن حادثة قتل 2 من الصيادين على يد الجيش المصري كشفت جزءا من المستور. سلمنا 6 سنوات وإحنا مضللين، ما بنعرف عن السفينة هذه أي حاجة، لا بنعرف، لا هم ميتين صحيح ولا هم عايشين. في تقريبا في 24/9 أو 25/9 بعد حادثة غرق الصيادين وعفوا استشهاد الصيادين اللي اغتالوهم في السواحل المصرية، بدأت تتسرب تقارير إنه وصور لأولادنا من المفوضية المصرية ومن صحفي أجنبي. ويطالب أهالي المفقودين وعددهم نحو 90 فلسطينيا بتحرك جاد ينهي هذا الملف، خاصة بعد المعطيات الأخيرة وبينها ما تم تسريبه من صور للمفقودين داخل السجون. فأنا بتمنى على حركة حماس إنها تضغط ويشكلوا لجنة أمنية تقعد مع المخابرات الحربية والمخابرات العامة وتحط النقاط على الحروف وتنهي هذا الملف، لأنه 6 سنين كفاية. احنا عندنا الأدلة، أدلة قاطعة لا شك فيها إن أولادنا أحياء.